الأمسية بخطف بطاقة التأهل إلى دور مجموعات الكاف. ونذكر بهدفي هذه المباراة: محمد عزيز سجل الهدف الأول في الدقيقة 34، ثم لابا جوجو سجل الهدف الثاني في الدقيقة 75. ونحن نتابع ملخص هذه المباراة. إنجاز تاريخي لفريق نهضة بركان اكيد مراد بمرورها وتأهله الى دور المجموعات. مصطفى اكيد مراد، يعني فوز وتأهل يعني صعب، وكان بمشقة الأنفس. هدفين ل0 حسموا النتيجة ديال المقابلة. كنعتقد بأنه جميع الظروف كانت مواتية بأنه فريق نهضة بركان أنه يتأهل. يعني الملعب في حلة جديدة في المستوى الكبير، جمهور أكثر من رائع. رغم عندي واحد يعني إشارة بسيطة، يعني ماشي الجمهور كامل ديال نهضة بركان، كنعرفوا جماهير نهضة بركان بالأخلاق ديالها العالية، وأنه كتساند الفريق ديالو وكتحترم حتى جماهير الضيف. لكن شفنا بعض المحسوبين أنه رمي القارورات، فهذا شيء مرفوض، لأنه الكاف ما كتسامحش في هذه الأمور هذا، فلازم أن نشير لها، لأن المقابلات في دار المجموعات زلة مصطفى ممكن طيها. هذه فرحة يعني الجماهير البركانية كانت متعطشة. متفق معك، كانت متعطشة لهذا الإنجاز. كاين بعض الدروس والعبر خصنا نستافدوا منها، لا الفريق البركاني ولا كذلك الجماهير ديالو، لأنه الكاف ما كتسامحش في مثل هذه الأمور. نعم، إذا نعتبرها زلة ونتمنوا أننا نستخلصوا الدروس كيف ما قلت مصطفى، ونتمنى أنها ما تكررش. يمكن هذه الفرحة الجماهير ديال نهضة بركان، يعني جماهير خلينا ندافعوا على جمهور بركان مصطفى. هذه فرحة ديال نهضة بركان، يمكن كانت فرحة عفوية، كانت فرحة عفوية ومستحقة. التأهل جا صعب لانه نعم. حتى فريق صراحه فريق محترم، فريق اللي شاب، ما عندوش خبره، ما عندوش يعني ديك الكاريزما، لكن خرج على الروح الرياضيه. يعني مصطفى يعني شاهدنا لحظات اكيد. انا مراد انك كتشوف لاعبين يعني الموين داج ديالهم 21 سنه، ما عندهمش واحد يعني خبره افريقيه، فلازم اننا غادي نشاهدوا في مثل هذه المقابلات، ضروري غادي نشاهدوا هذه الامور هذه. يعني النرفز ديال اللاعبين، يعني الخروج عن يعني بزاف ديال الامور، يعني كنشوفوا اي احتكاك بين لاعبين نهضة بركان ولا الفريق السنغالي فانه تيولي يعني عده ضاعت. لكن المهم انه هو الفوز. هنا الاجمل واخطر فرص نهضة بركان نزل بثقلها خلال الجوله الثانيه، لان كان امامه وقت ضيق جدا، كان خاصه يسجل الهدف الثاني وذلك التاهل. وقت صعب جدا، تقريبا نفس السيناريو ديال الشوط الاول. يعني تسنى حتى الدقيقه 34 تسجل الهدف الاول، وهنا انتظرنا حتى الدقيقه 75 باش الهدف ديال كوجو انه يحرر اللاعبين وحرر الجماهير ديال نهضة بركان. كنعتقد بانه الفريق البركاني قام مقابله كبيره، لكن ربما حتى خبره بعض اللاعبين ما عطاش الاكل ديالها. اللي مهم انه نهضة بركان انه ظفر بالمقابله وحرز تاهل دور المجموعات. بطريقه جاء الهدف مصطفى. احنا كنا كنتمنوا باي طريقه نعم باي طريقه يتسجل الهدف، سواء يعني ضد مجرى اللاعب او الى ضربت في يعني في المدافع وتسجلات او تسجل احدى اللاعبين. فهو يعني اللي مهم هو انه يتسجل الهدف الثاني. فكنعتقد بانه لاباغوتجو هذا اللاعب الذي تالق خلال هذا المباراه وبالتالي يتمكن من تسجيل الهدف. جا صعيب لكن مهم. وحنا اشرنا لها مراد، لان القوه ديال نهضة بركان هي في الضربات الثابته، هي من ضربات على الجانب او لا كانت حل. وهذا من الحلول اللي ما كتستعصي عليك انك تدخل وتوغل من الوسط، او ان بعض المهاجمين انهم ما كيكونوش في الحالات في ابعد. يلا يا حكم، تنتهي المباراة بتأهل فريق النهضة البركانية. استصغروك يا بركان فقدمت لهم احلى الاجابات من بوتيت كوتلي الافريقي، خطوت احلى الخطوات واكملت المهمه امام جينيراسيون لتاكيد الانجازات. اكتب بدايه تاريخك في تاريخ اقوى المسابقات وارسم فرحه مستحقه لجمهور كبير لم يكن ابدا جمهور المناسبات. فرحه كبيره وتاريخيه. اودعكم إلى اللقاء في موعد مقبل بحول هنيئا لفريق النهضة البركانية، هنيئا لكرة القدم الوطنية.